أهلا بيكم في نوديو أسماء، وأنا أسماء. معانا وجبة شهية جدا، وكعادة وجباتنا متكاملة، بروتين، خضار، نشويات. والحلو فيها بقى إنها سريعة في إعدادها وفي تجهيزها وتحضيرها، مش هتغلبنا، وخفيفة وطعمها شهي جدا. فلو حابين بقى تاكلوا كفتة فناكلها مع الخضار، نستمتع بيها ونتدفى بقى مع شوية رز كده سخنين ومولعين من الحلة، وهي طالعة برضو من الفرن مولعة وبالتكتك. اولا الخضار 3 حبات من الجزر حجمهم وسط، هنقطعهم بقى حلقات بحجم مناسب وزيهم من البطاطس. نضيف الخضار في الطبق. تاني حاجة مقادير الكفتة: 750 جرام من اللحمة، 3 معالق كبار من البصل مبشورين ناعم، معلقتين كبار من البقسماط، والتوابل ملح وفلفل وحبهان. هنضيف المكونات كلها على اللحمة، ونعجن اللحمة كويس كأننا بنعجن مخبوز بالظبط. ده شكلها بعد العجن. على صينية أو طبق هنرش رشة خفيفة من الدقيق. هنبتدي بقى نكورها بحجم صغير بيتناسب مع حجم الخضار والجزر والبطاطس، ونرصها على طبق الدقيق. بعد ما كورنا كل الكمية هندحرجها في الدقيق. بعدها هنتخلص من الدقيق الزيادة. هنحمرها في زيت خفيف. أول ما تاخد لون حلو بالشكل ده هنضيفها على الخضار، الجزر والبطاطس. آخر إضافة معانا الصلصة: لتر من عصير الطماطم، حوالي 5 حبات من الطماطم، بصلتين وسط مبشورين ناعم، وأخدنا منهم 3 معالق كبار حطيناهم على الكفتة في البداية، والتوابل ملح وفلفل. في نفس الزيت اللي حمرنا فيه الكفتة وزودنا عليه شوية هنضيف البصل وعليه التوابل. احنا هنا بقى هندبل البصل، مش عايزينه يحمر. هنجهز بقى عصير الطماطم، هنضيف عليه معلقة صغيرة فلفل ومعلقة كبيرة ملح. احنا هنا بقى ظبطنا كل حاجة على حدة، الكفتة لوحدها والبصل وعصير الطماطم. ادي البصل دبل ووصل للمرحلة اللي عايزينها، فهنضيف بقى عصير الطماطم، واول ما تغلي هنضيفها على الكفتة. نوزع صوص الطماطم كويس على باقي المكونات. هنغطيها بورق زبدة وبعدها ورق فويل. هنسويها في فرن على درجة حرارة 200، أول نص ساعة على السطح من تحت، وبعدها على أول رف، وبنشيل الغطا ونسيبها لحد ما تتسبك. ده شكلها بعد ما استوت. من الأكلات الخفيفة جدا وسريعة زي ما قلنا في البداية، في إعدادها مش بتاخد وقت مننا. طبعا هنقدمها مع رز، بتبقى حكاية وشهية جدا. نضيف بقى شوية من الصوص. كالعادة أحب إضافة الكزبرة الخضراء في التزيين. مش عايزة أقولكوا قد إيه هي وجبة شهية جدا، وطعم الكفتة فيها بيبقى مميز والخضار. والحقيقة قدمنا معاكم أكتر من وصفة وفكرة وطريقة علشان نستغل بيها الخضار في الشتاء، سواء باللحمة أو بالفراخ أو من غير. بتمنى بقى تجربوا كل وصفاتنا وتقولوا لنا رأيكم فيها، وما تنسوش بقى اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع نوتي وأسماء، وبالهنا بقى مع كل وصفاتنا.